والآن ندعو لأجل الكلمة الافتتاحية سفير الإمارة الإسلامية في أفغانستان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الحمد لله، في هذا الحفل الكريم الذي أقامه اتحاد العلماء والمدارس بجهودهم، ونشكر جهودهم. وأنا أيضا أشكر الله تعالى بأن حضرت في ذلك الحفل العظيم المبارك، وجدت نفسي بين العلماء والجهابذة والمجاهدين. لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا أن نشهد هذا المحفل الكريم في الأراضي المقدسة الفلسطينية في المرات القادمة. أنا ممثل إمارة أفغانستان الإسلامية، ولا سيما من سفارة كبرى في أنقرة، سفارة أفغانستان الإسلامية، أقدم كل تهنياتي وتبريكاتي لعقد هذا المحفل الكريم ولزعماء مجاهدي فلسطين، لشعبها ولكل تضحياتها. لعل الله تعالى ينصرهم نصرا مؤزرا، وإن الله تعالى قد أظهر شوكة المسلمين، قد أظهر شوكة المجاهدين في هذا الزمان. وأنا أيضا ألقي بشكري بأن أجد نفسي في هذا المحفل الكريم الذي قال الله تعالى في شانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهؤلاء الذين أورثهم الله تعالى كتابه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن إمارة أفغانستان الإسلامية هو النظام الوحيد الإسلامي الشرعي 100% الذي قام بعد تضحية كبيرة، التضحية التي صرف فيها المسلمون الرخيص والثمين، الغالي والنفيس. وقد هدمت بيوتهم، فإن تهدموا داري بغدر فإنها تراث كريم لا يبالي العواقبا. أولئك الرجال المجاهدون الذين لا يبالون بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بنسائهم ولا بفقدان متاجرهم ولا بفقدان بيوتهم وعماراتهم، فهذا هو الجهاد الحقيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالقوم الأحرار هم الذين لا يبالون بالأنفس، هم المستعدون للاستشهاد، هم المستعدون للتضحية بأي شكل كان، بتضحية مال، بتضحية أولاد، وبدمار بنيان وبلاد. ولكن العز الحقيقي هو عز الحرية. الله رزقنا والله رزق إخواننا المجاهدين المسلمين
المجاهدين من حماس وسائر فصول المقاومة في فلسطين وسيما في غزة العزة، الله تعالى يديم ويبقي لهم تلك العزة. ولعل الله تعالى يرزقنا أن نزور تلك البلاد المقدسة حرا غير محاصر، يشهد فيها المسلمون بتمام الحرية وبكمال الحرية وبكمال التعبير. وإمارة أفغانستان الإسلامية لم يزل أخا شقيقا لأي مجاهد في سبيل الله على وجه الأرض، ولا سيما مجاهدي غزة والضفة. نحن معهم إن شاء الله تعالى حيا وميتا في الدنيا وفي الآخرة. ولعل الله تعالى يرزق سائر فصائل المقاومة في كل أنحاء العالم نصره، وأن يجعلهم ناجحين سالمين فائزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.